القصة هذا رجل عليه فاتورة كهرب ومقطوع الكهرب عليه، ولا معه شيء، لا يسدد ولا يجيب أكل لعياله. لا إله إلا الله. فدخل على واحد راعي مكتب عقار وقال له والله العظيم ما أبي شيء، بس عيالي مقطوع عليهم الكهرب وهذه الفاتورة سددها يشتغل كهرب. راعي مكتب العقار قال أنا يا رجال أنا ماني يعني تاجر، أنا أسوي وشهر يجي وشهر ما يجي لكن عندي لك أنا حل. قال وشو تكفى؟ قال الزم الاستغفار، وقام ذكره بالآية هذه وقال يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يعني أنت شغال فيها الشغلة وقاعد تتعب في الطريق إلا الرزق يجيك من مكان ثاني. ها مثل ما ذكرته القصة 200 ريال وهو ما حسب ذا الدراهم تجي. فإحنا نتعامل مع كريم. بعدين عطايا الله علينا ما تعد ولا تحصى. يا أخي النفس هذا ما له ثمن، يا أخي حركة القلب هذا ما له ثمن، فأعطاك شيء ما له ثمن من قيمته. تتمنى نبضة واحدة تشتريها بملايين الدنيا، لكن بأمره أعطاك كل شيء سبحانه وتعالى. فلا تتخيل أن المبالغ المالية أو المصائب هذه إنها بالعكس من أسهل الأشياء على الله جل جلاله، ليست شيء عند الله سبحانه وتعالى. فأنا بس أدل الطريق إلى الله سبحانه وتعالى والله جل جلاله يسهلها. هذا قال له ألزم الاستغفار. الرجل مسك الاستغفار، أستغفر الله أستغفر الله، يقول أستغفر في اليوم، بيقول بدون عدد، ولكن يعني بالآلاف. خدت المعلومة وذكرني ووجهني. فيقول سبحان الله وأنا ماشي في الشارع إلا يقول أشوف حرمها بتركب سيارتها ومعها ولد صغير، ويطلع الولد الصغير على الشارع، يقول واطمر أنا واخذ الولد الصغير، السيارة جت وصدمتني أنا السيارة وسلم الولد الصغير. يقول أنا سبحان الله دخلت في غيبوبة وفي المستشفى، ألا هالولد أثره ابن لأحد الأثرياء ووحيد أمه، وكانت المربية لها تعنى سبحان الله، ولكن نجا من الحادث. حطت هذه أم الولد على المريض في المستشفى الغيبوبة، جلس في العناية المركزة، حطت عليها أحد الأشخاص يتابع متى يصحى لعله يعني يهتموا في صحته. لما صحى بعد الغيبوبة يمكن أسبوعين بلغ عمته قال ترى الرجل صح. جتها العمة وقالت له اطلب اللي تبي. الله وش تبي بس؟ قال أنا ما أدري وش اللي جابني هنا وش القصة. قالت أنت أنقذت ولدي، وهذا أنا جلست كم سنة أنتظر هذا الولد، وبعد ما جاء يعني ما رزقت بعدها بأحد، وهو هذا الولد اللي عندي. قالت وش تبي؟ قال أنا ما سويت أبغى شيء، أنا الحمد لله هماني بس صحيت ولد السالم. ألزمت عليه إلا تطلب والله اللي تبي. زي ما قال بس الفاتورة. ها لا سبحان الله، يقول ما جاء في بالي شيء، بس أنا الحين بالسلامة والحمد لله أني صحيت على الدنيا. يقول جابت المحكمة وعطته قصر باسمه، كتبت له قصر باسمه لا إله إلا الله عشان أنه أنقذ هذا الولد. فيقول لما أخذت القصر رحت الراعي مكتب العقار اللي نصحني بالاستغفار. قلت له يا فلان أبشرك أنا مشكت النصيحة، والله سبحانه وتعالى حصل لي كذا كذا، غبت منك الفترة ذي كنت في غيبوبة وكذا كذا، والآن عندي هالقصر ولا أدري ايش أسوي به، ولا أعرف لا بيع ولا أعرف أشتري، وأنت اللي نصحتني بهذا النصيحة الطيبة، فأنا أبي مشورتك وبك تدلني على وش أسوي وش أحط فيقول وزعنا منها شيء أنفقناه لله جل جلاله، وباع القصر. يقول قال أنت ما أنت بعرف تبيع، وخلاه عنده وباع له القصر وبنى له مسجد وبنى له وشرى له بيوت، وسبحان الله صارت فاتحة عليه. فالفرج قريب. حنا مو نقول بيجينا ولد ينصدم وناخذه، لا نختار طريق إلى الله. الله جل جلاله هو الذي يفرج الكرب سبحانه وتعالى، بس نلجأ إليه ونصدق الطلب من عنده سبحانه وتعالى، وهو أقرب الأقربين سبحانه وتعالى.